فنجان القهوة اللي في إيدك ده كان في يوم من الأيام تهمة ممكن تودي في داهية، والسلاطين زمان كانوا بيترعبوا منه، ووصلت كمان إنهم يعدموا اللي بيشربوه. تعالى أحكي لك الحكاية من الأول. القصة بدأت في أثيوبيا مع راعي غنم اسمه كالدي، اللي لاحظ حاجة غريبة جدا: المعيز بتاعته بتسهر ما بتنامش لما بتاكل من شجرة معينة. السر ده وصل لليمن، والصوفيين هناك عملوا أول قهوة عشان يسهروا في العبادة، والاسم ده بالمناسبة كان عند العرب زمان اسم من أسماء الخمر. القهوة بدأت تلف العالم، والانتشار ده سبب كارثة للحكام، لأن الناس بقت تتجمع على شرب القهوة وينتقدوهم، لحد ما السلطان مراد الرابع في الدولة العثمانية قرر إن أي حد يشرب قهوة هيتعدم. وعشان كل ممنوع مرغوب، القهوة انتشرت أكتر ووصلت لأوروبا. في الأول رجال الدين هناك خافوا منها، لحد ما البابا بتاعهم دقها وعجبته، وبقت القهوة سبب في اختراعات كتير قوي حصلت. مفكرين وعلماء كبار جدا زي فولتير كانوا بيشربوا بالخمسين وال40 فنجان في اليوم عشان يقدروا يبدعوا. والنهاردة العالم بيشرب أكتر من 2 مليار كوباية قهوة كل يوم. تخيل، حاجة كانوا بيعدموا الناس عشانها بقت هي اللي بتفوقك الصبح. قولنا في التعليقات بتحبها سادة ولا على الريحة، واستنانا الفيديو الجاي عشان ممكن تكتشف حاجات جواك كنت مفكرها خلصت.